بتفكيك مفرداته، ثم نقوم بعملية التحليل والتركيب المنطقي الفكري. عملية الزراعة أيها الأحبة أولاً تحتاج إلى أرض صالحة للزراعة، الأرض الخصبة، والأرض التي أعطيت لنا من قبل الله تبارك وتعالى هي الدنيا. الدنيا مزرعة الآخرة، كما أن الأرض حينما يأتي الزارع ويقوم ببذر تلك البذور فيها، فأحيانا عند الحصاد يجد زرعا وأحيانا لا يجد ثمارا، فكلها تذهب وتضمحل. كذلك الأعمال التي نحن نقوم بها أعزائي الأكارم، أحيانا في نهاية المطاف فقط التردد نصي جزاك الله خير. فحينما نقوم ونأتي لكي نعرف الأعمال التي صدرت منا في الدنيا، نجد أن القضية معكوسة عندنا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل أعمال منثورة تنتهي، وهذه طامة كبرى، كارثة بلا حدود، أنك تذهب على حصيلة كبيرة من الأعمال لكنك تفاجئ بأن كل أعمالك تضل، ما عندك ثمار، صفر اليدين. وثانيا أن هذه الأرض تحتاج إلى زراع، إلى زارع، يعني فاعل، والفاعل في هذه الأرض الدنيوية هو الإنسان. وثالثا أن هذه الأرض تحتاج إلى بذور، فأنت إذا تجيب لك بذرة مضروبة فيروس تنتج لو ما تنتج؟ لا تنتج. فتحتاج إلى بذرة صالحة للزراعة حتى بعد ذلك تكبر وتصير تنشئة. فهذه البذور هي أعمالنا التي تصدر منا، والله أعطانا مساحة أن نعمل بإرادتنا. الإنسان في هذه الدنيا أعطي مساحة كافية لكي يعمل. علي عليه السلام يقول: إن اليوم عمل بلا حساب. عندك صفحة وأنت تأتي وترسم في تلك الصفحة، لو ترسم رسم عدل لو شخبط في هذه الصفحة التي أعطيت لك. أنت تعمل. إن اليوم عمل بلا حساب. اعمل، إما عمل إيجابي وإما عمل سلبي. وفي المنتهى شنو أعزائي؟ وغدا حساب ولا الآلية تتغير. تأملوا إلى هذه الموضوع الشعرية عن علي عليه السلام. هذا يقول: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت إن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للتأمل، لا دار
المرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها بوستنا وعركنا وقلايبنا وسكرنا وضغطنا، وكلها صايرة أرض شبه على موت هذه القضية. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا ودان الموت دانيها، أمست خرابا ودان الموت دانيها. بذور الإنسان عليه أن يبدأ. طيب، هذه الأرض رابعا تحتاج إلى مياه، أليس ذلك؟ بدون ماء وزراعة، والمياه على قسمين: إما مياه وهبية وهي من الله تبارك وتعالى من خلال الغيث، مياه وهبية، وإما مياه ترتيبية، فالإنسان يقوم بعملية ترتيب المياه للأرض التي يريد أن يقوم بزرعها. فالله تبارك وتعالى في هذه الدنيا يعطينا مياه. ما هي المياه أعزائي؟ التوفيق. أنت إذا الله ما يوفقك لعمل الخير تقوم بعمل الخير؟ لا تقوم بعمل الخير، فهذا التوفيق. فأنت لكي تعطي هذه الأرض بذورا أعمالا صالحة تحتاج إلى توفيق من الله تبارك وتعالى. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. توكل على الله. وأما أنه مياه ترتيبية، أنه الإنسان إذا أراد أن يقوم بعملية البر، الباري جل وعلا يقول: وليس للإنسان إلا ما سعى. هذه المياه الترتيبية سعي. الإنسان لابد أن يتحرك، يصير عنده عملية حركة. طبعا وأنا لا أريد أن أتحدث عن الحصاد، لأن لا أريد أن أفيض أكثر، لأن المقام لا يسع بالإفاضة، يحتاج إلى وقت. ولكن من باب القتل في الأذهان، عملية الحصد وجني الثمرات وين ناخذها أعزائي؟ في عالم الآخرة. في عالم الآخرة. تأملوا إلى هذه الآية الكريمة: وكفى. أنه أنت كيف تحصد وكيف تحصل على هذه العملية. يقول تعالى، وعليكم السلام، يقول تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. يوم تجد كل نفس، شنو أعزائي؟ وين عملت؟ في الآخرة وفي الدنيا؟ في الدنيا. ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء. في يوم القيامة تعمل سوء تراه الأمام، تعمل خير ماذا؟ تراه الأمام.
إذا نحن والبذور، هذه البذور التي نقوم أعزائي الأكارم ببذرها في هذه الأرض في الدنيا على 3 أقسام. القسم الأول الأعمال العبادية، بذور عبادية. البذور العبادية هناك بذور عامة وبذور خاصة. البذور العامة لأنها تتكرر علينا دائما هي الصلاة. أمور عبادية تتكرر علينا دائما، كذلك الذكر، كذلك التسبيح تتكرر علينا. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا الله، لا تعطل لسانك عن ذكر الله، اذكر الله تبارك وتعالى. القسم الثاني من البذور التي نقوم بها أعزائي الأكارم هي أمور أخلاقية. الأمور العبادية بينك وبين الله. الأمور الأخلاقية بينك وبين الناس، ولكن بملاحظة فارقة، ملاحظة في غاية الأهمية، أن هذه الأمور الأخلاقية وإن كانت هي بينك وبين الناس ولكنه فيها جنبة طريقية، بخلاف الأمور العبادية أعزائي قضايا نفسية وليست بالأمور الطريقية. ما معنى الأمور الطريقية؟ تأملوا أن الأخلاق حينما نحن نقوم بها وإن كانت هي بيننا وبين الله لكنها فيها جنبة طريقية، بمعنى هي تدعو إلى الله وتدعو إلى دين الله. الآن لو أنك رأيت، تأمل إلى هذا المثال، لو أنك رأيت إنسانا مصليا صائما، خوش يصلي تمام، ولكنه عنده كذب، عنده خديعة، عنده مراوغة، تطمئن إليه أم لا تطمئن؟ الكذب والخديعة بينك وبين الله وبينك وبين الناس، أنت والناس، ولكن هذه فيها جنبة طريقية سلبية وإيجابية على الدين. ولهذا مع الأسف الشديد بعض المؤمنين كبار عليهم الاعتماد، ثقال شوية، ثقال إيمانهم معروفين، لكن مع الأسف ما عندهم أخلاق، وهذا يؤسف. ما عندهم أخلاق، يصلي صحيح، يصوم صحيح، كلش ملتزم، لكن ما عنده أخلاق. إما عنده كذب وخلف للمواعيد، وعنده مراوغة، وعنده خديعة. هذا جدا مزعج. تأملوا إلى قول مولانا الصادق عليه السلام، صادق آل محمد، يقول: لا تنظروا، تأملوا إلى النص، لا تنظروا إلى كثرة صلاة الرجل ولا إلى صيامه، ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأدائه للأمانة. صدق الحديث وأداء الأمانة. كم واحد الآن يصلي عندنا ويصوم لكن عنده كذب في الحديث؟ كم واحد مصلي وصائم لكن ما عنده أداء الأمانة؟ إما الأمانة المعنوية ما يلتزم بالسر، وإما الأمانة المادية. الآن الويلات التي جاءت على العراق بسبب منه أعزائي؟ عدم أداء
أمانة هو. فإذا أكو جنبة طريقية في الأخلاق، هذه ما تعلم على الأسف الشديد. علماء العقائد وعلماء الأخلاق يقولون الإسلام، تأملوا، الإسلام انتشر بفضل أخلاق محمد. لا بفضل عبادته ولا بفضل علمه. وقل ربي زدني علما واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكن في الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم. ليش؟ لأن فيها جنبة طريقية. هذا الحديث احنا بعض الأحاديث نمر عليها مرورا كراما. بعض الناس يتصور هذا الحديث للتوكيد، لكن أنا خطأ. عطروا أفراحكم وقلوبكم بذكر محمد وآل محمد.